تابوت فرعوني رفضوا يصدقوا لعنته غرق أكبر سفينة في العالم في ساعات. ده مش خيال، ده سر مدفون مع 1500 ضحية. الكل عارف إن السفينة الشهيرة تايتانيك غرقت علشان اتصدمت بجبل جليدي، لكن في سر تاني محدش قالهولك. في 10 أبريل 1912 كان في تابوت فرعوني مسروق مخبأ في عنبر الشحن رقم 1، مكتوب عليه بالهيروغليفي: من يسرق رقدتي يغرق بعالمي المائي. والنهاردة هنحكي قصة اللعنة الحقيقية اللي خلت أكبر سفينة في التاريخ تموت في ليلتها الأولى. القصة بدأت في الأقصر سنة 1910. مجموعة لصوص نقبوا عن مقبرة الملك منكاورع الفرعون اللي اتوصف بأنه سيد المياه. سرقوا تابوت خشبي صغير فيه تميمة على شكل تمساح، رمز إله النيل عند الفراعنة. لما حط التابوت على الباخرة في ميناء اسكندرية، موجة غريبة غرقت 3 مراكب جنبه. ويليام ضحك وقال: الفراعنة ماتوا واللعنة دي خرافات العبيد. ولما التابوت اتحط في سفينة تايتانيك، حاجات غريبة بدأت تحصل. العمال اللي حملوه اتغطوا بطفح جلدي زي لدغ التماسيح. وفي ليلة الرحلة كل كلاب الحراسة نطت في البحر من غير سبب. وويليام ريد حلم يوميها راجل بغطاء أزرق بيقوله: السفينة دي هتبقى مقبرتك. وقبل السفينة ما تغرق بوقت قصير، ويليام فتح التابوت في السر وسمع صوت مية بتغلي جوه التابوت. ويليام صرخ بأن التميمة اتحركت، وبعدها بساعات الجبل الجليدي ظهر. ولما السفينة بدأت تغرق، محدش لاحظ الحاجات دي. المية حوالين السفينة اتحولت للون الأزرق النيلي، والركاب اللي نطوا في المية كانوا بيتسحبوا لتحت كأن في حاجة بتشدهم. وفي قارب النجاة رقم 6، الركاب شافوا ظل مركب فرعونية ماشية على المية. وأغرب حاجة، التابوت الفرعوني كان طافي على وش المية، وواحد من الركاب شافه وهو معدي جنبه. والتميمة كانت بتلمع جدا، وبعدين اختفى في الضباب. وبعد الكارثة الحكومة البريطانية شكلت لجنة سرية علشان يعرفوا أسباب الغرق، وليه السفينة انحرفت في اتجاه الجبل، وليه التابوت ملقاهوش أصلا في الحيطان. البروفيسور جيمس مور اكتشف إن تابوت منكاورع كان مربوط بلعنة إله النيل حابي، وقدم دليل مرعب: صور لكتابات هيروغليفية ظهرت على حيطان السفينة بعد 50 سنة من الغرق، مكتوب فيها: العاقبة لمن يزعج مياه الراحة الأبدية. وفي سنة 95 سفينة أبحاث فوق موقع الغرق شافت حاجات غريبة عمرك ما هتصدقها. جهاز السونار صور تابوت خشبي مفيش عليه ولا ذرة رمل، وسمعوا من الميكروفونات ترانيم فرعونية بالظبط من كتاب الموتى. وطاقم السفينة شافوا ظل راجل بغطاء أزرق واقف على المية، نفس اللي حلم بيه ويليام. والقبطان إريكسون قبطان الرحلة حكى بعد الرحلة إن في حاجات باردة مسكت الدفة بتاعت السفينة، وسمع صوت بيقول: مصر مش مقبرة لتحفكم المسروقة. وبعد أسبوع اتشال من عمله لأنه أصر يروح المنطقة تاني. ولحد النهاردة التابوت لسه مفقود، والعلماء بيقولوا إن الحيطان بتاعة تايتانيك لسه عليها الكتابة الهيروغليفية وبتزيد بوضوح. فيا ترى لو التابوت ظهر قدامك على شط البحر، هتلمسه ولا هتسيب اللعنة تغرق مع سرها؟ لو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت وسبسكرايب، وتقول لنا عايزنا نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جاية. شكرا ليكم.